على الآخرين، وما دعنا إلى النعرة إلى القبلية، إنما أن إحنا ندعو لأن ربنا سبحانه جعلنا شعوب وقبائل لنتعارف ونتعاون، ولعل كل القبائل لو تعارفوا وتعاونوا السودان ده يمشي لقدام. خطاب الكراهية بتنتهي. نعلم أنه ما في زول أفضل من زول، وما في قبيلة أفضل من قبيلة إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى. الحاجة الثانية أن إحنا لما نقول دار الملايين مش دار، أول حاجة دار أن إحنا نفتكر لما نجي نتكلم عندنا تطلعات، وتطلعاتنا دايرين نربط بالعلم. يعني لما نجي نقول والله عندنا الشهادة الابتدائية للامتحان، أولادنا في السنة السادسة يجوا يعسكروا هنا، يجوهم أساتذة، نوفر لهم الأساتذة، نساعدهم للممتحنين، الممتحنين للشهادة الثانوية، الممتحنين للشهادة السودانية. دايرين نتعاون، الما بعرف يعلم البعرف يعلم الما بعرف. دايرين الدار ده داركم في أي وقت وفي أي زمان، لكل مراتي يقدر يقول أنا ده بلدي. الحاجة الثانية بالنسبة لأنه إحنا بالنسبة للإدارات الأهلية، بالنسبة للطلاب في الجامعات والمعاهد ده دارهم. عشان كده احنا بنتكلم انه في المرحلة الأولى دي دايرين نعمل غرف. انت الطلبة يجوا يعملوا اجتماعاتهم، ناس التراث يجوا يتدربوا هنا، ناس بدل موجودين تاني. ما في واحد يمشي يقول لي انا داير امشي لصالة. ده صالتكم يا جماعة، احتفلوا هنا، زواجكم هنا، اي حاجة عملوها في داركم. وبالتالي عشان كده احنا قلنا المرحلة الأولى ده مرحلة تجمع لكل أبناء المراريد. المرحلة الثانية أن إحنا بنتكلم عن برج المراريد. الله أكبر. بنتكلم عن برج المراريد، برج من 10 طوابق. بعد ذلك نفرد للطلاب طوابقهم، للإدارات الأهلية وهكذا. فيبقى عشان نتكلم عن برج المراريد، أول حاجة خلينا نبقى حاجة واحدة، نبقى كتلة واحدة. نزاعاتنا، حاجاتنا الشخصية، ألقابنا الشخصية دي نخدها في جيوبنا ونبتعد. لو كنا نكلم كل واحد بيفكر في ذاته بننتهي يعني. وبالتالي يا جماعة الوصية ما تختلفوا. الخلاف ده بيشتتنا كلنا، نختلف برا، لكن أول ما نخش الباب ده كلنا إخوة وأخوان. ننسى أي حاجة بتفرقنا، يا جماعه. يبقى الدار ده دار كله، دار حفظ القران، دار للتدريب، دار للتراث، دار للادارات الاهليه، دار لكله عنده عمل دائري الدين. دار احنا بنتكلم عنه في الاخر الى دبيرين، نتكلم عن الالفيه الثالثه. الالفيه الثالثه زول ما بعرف بيتعامل مع الوسائل الحديثه، الزول ما بيستعمل الكمبيوتر امي. يبقى بالتالي احنا دايرين نمحو أمية في كل جهة. يعني احنا دايرين لما نتكلم نعمل لنا مراكز للتدريب، مراكز لرفع القدرات. تفكيرنا عالي، دايرين نفكر، دايرين الزول لما تمشي في السوق، تمشي في مبدأ وتلقى الدكان، ما يقول لك ده دكان فوراوي، تقول ده دكان مراتي ولا فخر. الله. انت ما يقول كان قال لك دكان فوراوي، يقول انا مراتي ولا فخر. مراتي ولا فخر. أنا داير بالنسبة للشباب، احنا ده خلاص، احنا داير شغالين بجهاز المصافي. اتركوا كفضل شغالين بجهاز المصافي لكن انتوا التنكي فل. تمشي لأي حتة في الدنيا تنكيك فل يا شيخ. أخواننا في الخارج وفي الداخل في الشرق بيحيوكم. لكن يا جماعة وصيتي الأول والأخير، اتعلموا. يا الآباء والأمهات، علموا أبنائكم، لأنه هم أنتم، ما الحياة جاية ما حياتكم، أنتم حياتكم. أخيرا تحياتي لكم جميعا وشكرا جزيلا، وأنا فخور جدكم بأن أكون مراتي، والسلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. جزاك الله خير بروف، بارك الله فيك، هذا والله أجرك، أطال الله في عمرك. يلا المبلغ